بوينس ستارد يا جماعة، أنا عايز أقول لكم بس معلومة صغيرة كده، إجابة على شوية أسئلة جات لي من ضمنها: هو أنت سافرت إزاي هنا أسبانيا؟ وهل أسبانيا بتدي هنا عقود عمل زيها زي الخليج أو الكلام من ده؟ بس مش بتديك، هي بتبعت لك. ممكن حد من هنا يكون عنده شغل وبيدفع الضرايب بتاعته والتأمينات بانتظام، ووضع الشركة بتاعه يكون تمام ومتظبط يعني. يقدر ان هو يبعت لك كونتراته. وانا عن نفسي دي الطريقه اللي انا جيت بيها. انا لا نطيت في ميه، ولا الحمد لله اتنصب عليا في سفاره، ولا كسرت فيزا سياحه. لان انا جربت قبل كده تخش السفاره الاسبانيه، قدمت على الفيزا، اخدت ريفيوز، اخدت رفض. تمام. الحمد لله ما يئستش، اخدت نفس الفيزا من نفس السفاره. تمام. بس المره اللي بعديها دي انا رحت بقى بكونتراته. تمام. الكونترات اتبعت لي من هنا من اسبانيا. عايز تعرف الطريقه ازاي يتبعت لك بيها؟ لسه قايل لك دلوقتي: يكون حد عنده شركه، تمام، وبيدفع تاميناته ووضعه كويس